לך. אני מאוד נרגש إنها لحظة حاسمة للغاية. מרגיש לא הכי טוב. מרגיש כל האירוע, أشعر أني في حالة جيدة بصحة جيدة. לפגוש כל כך הרבה אנשים. إنه أمر مثير أن أقابل كل هذا الكم من هؤلاء الناس الذين عملوا طوال الفترة الماضية على تحريري من الأسر. أشكرهم جميعا على تلك المجهودات. מאוד נרגש. 5 years and nearly 4 months in captivity, that's a long time. Did you ever think you will live to see the day when you can actually walk free? אחרי התקופה הארוכה זו במעצר של 5 שנים ו4 חודשים, האם היית חושב שיבוא את היום 5 سنوات من الأسر؟ هل تخيلت أنه سوف يأتي اليوم الذي تصبح حرا طليقا خارج الأسر؟ نعم، كانت سنوات طوال، ولكنني اعتقدت أنه سوف يأتي اليوم الذي سوف أجد نفسي خارج الأسر، ولكن قد يكون بعد سنوات طويلة أخرى. كيف تلقيت الأخبار التي تم تناقلها أنه سوف يتم عقد صفقة يتم بمقتضاها الإفراج عنك؟ تلقيت هذا النبأ قبل أسبوع، وأحسست يومها أنها سوف تكون الفرصة الأخيرة لتحريري. هيت مبسوط لمشهد؟ هل كنت سعيد بهذا الخبر؟ لا أستطيع أن أصف مشاعري حينئذ، ولكنني شعرت أنني مقبل على لحظات صعبة للغاية. As time passed, did you feel abandoned, forgotten, or were you certain that the negotiations for your release will bear fruit? לאורך התקופה הזאת, תקופת המעצר, طوال هذه الفترة רק אחת, הופעת בסרט וידאו כדי לומר למשפחה שלך ולעולם כולו שאתה חי. מה קורה? بعد إذاعة الشريط الذي ثبت فيه أنك لا زلت على قيد الحياة، هل هذا مثل بالنسبة إليك بادرة أمل في تحريرك من هذا الأسر؟ أعتقد أنه تم بث هذه اللقطات التلفزيونية من خلال تنسيق بعض الأجهزة الأمنية مع بعضها البعض، ولكن هذا الأمر كان لا يعني الكثير بالنسبة إلي. قد عني الكثير بالنسبة لأطراف أخرى، ولكن ليس بالنسبة إلي. Why just once? Why didn't it happen again? בבקשה, אנו שאלנו את השאלה הזו קודמת. سألنا السؤال ده من شيء. ماشيين بالترتيب. لا، احنا ماشيين بالترتيب دلوقتي. احنا معلش فوتت سؤال. روح على بعض. عشان انا حاساه تعبان. يلا. طيب. جيب له سؤال الفيديو. تاني من فضلك. في كل السنين دي طلعت فيديوهات. ما ده انا سألته له أكبر مرة اللي فاتت يا فندم، ده أكبر مرة اللي فاتت. يلا سؤال. اوكي. اخر واحد بس، يلا اخر سؤال. لا اللي انت تنسيت او غيره. يا جماعه اخر سؤال. طب It was the معلش اتفضلي. It was the Egyptian national security that mediated for your release. There were previous failed mediation efforts, including one by the Germans. Why do you think that this time round the mediation was a success? لقد كانت مجهودات كثيرة ومحاولات كثيرة تم بذلها من جانب الوسيط المصري بالإضافة إلى جانب الوسيط الألماني. طالما فشلت هذه المحاولات، برأيك لماذا هذه المرة تحديدا نجحت هذه المحاولة الأخيرة من جانب الوسيط المصري في إتمام صفقة تحريرك من الأسر؟ أعتقد أن المصريين نجحوا من خلال علاقاتهم الجيدة مع حماس وكذلك مع الجانب الإسرائيلي. لقد ساعدت هذه العلاقات الجيدة في إتمام الصفقة.
What have you missed most while in captivity, and what's the first thing you want to do when you get home? برأيك ما هو أول شيء تريد أن تفعله بعد خروجك من الأسر؟ אתה מתגעגע אליו. מה הוא הדבר שאתה התגעגעת לו ביותר כאשר היית במאסר? ואיזה דבר שתעשה מיד אחרי השיבה לבית? כמובן שהתגעגעתי למשפחה שלי. بالطبع لقد اشتقت كثيرا لعائلتي. התגעגעתי اشتقت كذلك إلى أصدقائي. לפגוש אנשים, לדבר עם אנשים. اشتقت كثيرا لأن ألتقي بالناس العاديين. لأتحدث إليهم، لأحكي لهم عن تجربتي طوال هذه السنوات في الأسر. في الواقع لدي الكثير لكي أفعله. ما الذي تعلمته؟ ما هي التجربة التي استخلصتها من سنوات الأسر؟ ما هي الدروس والعبر التي استخلصتها من هذه الفترة التي شهدت احتجازك في الأسر؟ من الممكن استخلاص درس هام وهو أن إتمام صفقة تحرير أسير في وقت قصير Gilad. آخر سؤال وختام. Gilad, you've known what it's like to be in captivity. There are more than 4,000 Palestinians still languishing in Israeli jails. Will you help campaign for their release? الآن وبعد تحريرك من الأسر تعلم جيدا ما هي تجربة أن تكون أسير ل5 سنوات، والآن وبعد أن تم تحريرك هناك 5,000 تقريبا 5,000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية. هل من الممكن أن تقود حملة شعبية لتحرير هؤلاء الأسرى الفلسطينيين؟ ואתה תשתתף בכל הליך כדי לסייע בשחרור את הפלסטינים שכמו היו אותך גם במאסר, שכמוך היו גם במאסר. אתה רוצה לעשות משהו ותשתתף בכל הליך כדי לשחרר אותם? אני מאוד אשמח שהם ישתחררו. سوف أسعد كثيرا إذا تم تحريرهم جميعا. שלא יחזרו להילחם בישראל. كي يتمكنوا من العودة مجددا إلى أسرهم وعائلاتهم وإلى أراضيهم. سوف أسعد كثيرا إذا حدث هذا. ختام يا جماعة. What are your plans for the future? ما هي خططك بالنسبة للمستقبل؟ מאוד מקווה שהעסקה הזאת תקדם את השלום. أأمل أن تساعد هذه الصفقة في التوصل إلى سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، עימותים צבאיים ומלחמות בין وأن ישראל לפלסטינה. تدعم أواصر التعاون بين الجانبين. רוצה להוסיף משהו? هل تريد إضافة شيء ما؟ Gilad Shalit, شكرا. thank you very much. And congratulations on. نعم.